اللعبة الغريبة اللي بقى كل الناس بيتكلموا عنها اللي اسمها لابيبو، أصلا ابتكرها مصمم ياباني سنة 2015. يعني هي مش حاجة جديدة قوي. طب ايه اللي وصلها تبقى ترند؟ في 2019 هو تعاقد مع شركة ألعاب صينية وباعوها بطريقة غريبة شوية، وهي البلايند بوكس. إن كل حد بيشتري اللعبة دي ما بيبقاش عارف هو هياخد أنهي نسخة منها، فدي حاجة بتثير الغموض عند المستهلك وبتحسسه كمان إن هو هياخد حاجة limited edition عشان هم عاملين نسخة واحدة نادرة قوي موجودة في كل 72 علبة. فانت وحظك بقى هتشتري ايه. فبقت عاملة هوس بين الناس اللي بيشتروها عشان كلهم عايزين يشتروا في الاخر النسخة النادرة، وده اللي يخلي شخص واحد يشتري اكتر من لعبة علشان في الاخر يكسب النسخة النادرة. في 2024 بقى المغنية ليسا من فرقة بلاك بينك طلعت معلقة اللعبة بتاعتها دي في ميدالية في شنطتها، ودي واحدة عندها فوق ال 100 مليون. فأغلب الفولورز بتوعها بيقلدوها تقليد أعمى. الموضوع موقفش هنا، ناس مشهورة تانية ابتدوا برضو يظهروا باللعبة دي حتى اللعبة طلعت في عرض أزياء ل LV، حظ ألعاب. ومن هنا ظهر الترند وجنان الناس عشان يجروا ورا حاجة هي فعلا يوزلس، بس لمجرد ان في ناس مشهورة استخدمتها او طلعت بيها بقى عندهم هوس ان هم يقلدوهم من غير ما يفكروا هل الحاجة دي فعلا شكلها حلو او مفيدة بالنسبة لي او انا اصلا بحبها، او حتى يفكروا ولو لثانية ان هم لو كانوا شافوا اللعبة دي من غير ما حد مشهور بيتابعوه ظهر بيها قبل كده هل هيشتروها ويحبوها ولا لأ. المشاهير والترندات بتعمل مبيعات بالمليارات من جيوب الناس، والناس منساقة بس ورا الشراء وورا الترند من غير ما يفكروا الحاجة اللي هم هيشتروها دي هم فعلا حابينها ومحتاجينها ولا مجرد ترند وهيروح لحاله.